على المعطيات اللي تفضلتي، غير باش نكونوا هادشي ديال الصويره باش نكونوا واضحين. الصويره هو خطا ديال السائق بحدود 100 كيلومتر تيسوق في الوقت ديال 7 و45 دقيقه الظلام، بينما دوبل كاميو في الخط المتصل وما عندوش الحق يدوبل وعنده 60، هرب عليه الكار مشى في الفيراج وتيهضر في البورطال. هادو هما المعطيات السيد. شنو بغيتي؟ هذا راه التصوير كاين، العلامه ديال 60 كاين، ديال ممنوع الدوبلاج كاين، ديال الخط المتصل كاين، والاخطاء البشر دار هذا الخطا مشاو فيها 13 ديال الناس، وبالتالي التصويره راجع. هذا الكلام هو التقرير اللي كاين، ومشيت انا شخصيا لعين المكان وجلسنا مع اللجنه وشفنا داك الشيء. اذا يقدر تكون اشكالات في مواقع اخرى ديال التشوير ديال النقص في هذا، حنا ما تنفيوش هذا الشيء، ولكن الاشكال بالنسبه لهذا الموضوع هو هذا. الصرامه القانونيه هو شيء ايجابي بالفعل. لما تكلمتي السيده المستشاره على انه من دخلت المدونه نقصت الحوادث بحوالي 15%، صحيح، لانه المواطنين والسائقين كانوا مترقبين. سمع غيتحيد له الرخصه ديال السياقه الا دار، سمع الحبس، سمع، لكن دازت 3 شهور 4 شهور وبدا تيتاقلم، تيشوف الاجواء تقريبا ما تغيرتش على الصعيد المثالي ورجع للتصرف ديالو القديم. اذا هذا راه مرتبط بذاك الانسان نفسه اللي مازال فيها السيده المستشاره الاشكالات. حنا الان مقبلين، وهذا الشيء علاش بغيناكم تعاونوا معنا، مقبلين على تعديل ديال المدونه وجايبين اجراءات صارمه وزاجره. من تنجيبوا هذه الصرامه والزجر تيكون بعض المرات يقول لك لا كيفاش تحيدوا البيرمي هو تيترزق به، لا حيدوا له غير عام ما دير له شي 10 سنين ديال الحبس. تتكون واحد النوع ديال ما غاديش نقول تنحنوا على، ولكن النتيجه هي هذه السيده المستشار. فاحنا جايبين لكم تعديلات. هذه المدونه راه عندنا تقريبا واحد 200 صفحه ديال التعديلات، نتمناو على انه تساعدونا باش هذا الشيء اللي نتكلموا عليه جميع ما يبقاش بالفعل في السنوات المقبله. وشكرا.